السلام عليكم يا احلى ناس، معاكم نوجة من اكلة اقتصادية. والنهاردة جايه لكم بوصفة سهلة وطعمها من الاخر. شايفين بقى الصينية القمر دي؟ في اي عزومة تسد معاكي ما شاء الله عليها تبارك الرحمن. فرشت كده الرز تحت والبطة فوقه، شكلها بجد جنان. شايفين فلفلة الرز عاملة ازاي؟ كل حباية جنب اختها، مفيش اي حباية ماسكة في التانية ما شاء الله. شايفين كمان حمار البطة؟ تفتح النفس على الاكل على طول. اطول عليكم، يلا بينا نبدأ. علقت بقى على البوتاجاز وحطيت حله كده، مليت نصها ميه على قد البطه بتاعتي، وبعدين نزلت ببصله صغيره وشويه ورق لورا، وبعدين نزلت بالبطه بتاعتي. شايفين بقى لازم حجم البطه يجي على حجم الحله بتاعتي. تمام. وبعدين نزلت بالحاجات اللي هي بتبقى جنب البطه دي. بعد كده هنزل بالبهارات بتاعتي اللي هي ايه بقى؟ اللي هي فلفل اسود، نزلت كده بكام رشه فلفل اسود. وبعدين هنزل بالملح. ودلوقتي طبعا ورق اللورا تحطي كام حباية، تحطي كام ورقة، ده يرجع لك. انا بحب الصراحة احط من 3 ل 4 ورقات، بيدي نكهة كويسة قوي. طيب انا كده نزلت بالملح بتاعي وبحاول اغطس البطة في المية. بتحطي الاول ظهر البطة تحت، وصدر البطة كده يبقى لفوق، وبعدين هتغطي عليها وتسيبيها. انا هنا بقى جبت رز بسمتي الحبة الكبيرة، ده كيلو بالظبط من الرز البسمتي. هنيجي نغسله بعد ما غطينا البطة كده. احنا بنفضل نغسل في الرز كده لحد ما المية بتاعته تبيض خالص، تمام، علشان اضمن ان هو نضيف 100%. تمام. النهارده بقى بجد يا جماعة، الاولاد كانوا نفسهم في بط قوي، ونفسهم كده في اكلة من بتاعة الشتاء الجميلة الدافية دي. يا ريت بقى تكتبوا لنا في التعليقات حابين يكون الفيديو الجاي موضوع عن ايه، علشان طبعا انا تحت امركم في اي حاجة انتوا عايزينها. احنا في الشتاء، يعني انا كان عندي فكرة كده لكام اكلة شتوي علشان الدفا بقى وكده، او حابين مثلا افكار لعزومات او وطبعا انا تحت امر اي حد، مش هتاخر عليه ابدا. احنا دايما هنا في المساعده يا جماعه. حاجه بقى بغايه الاهميه كنت حابه انوه عليها في الفيديو بتاعي النهارده، وهي دخولك للمطبخ بدري. بالظبط كده زي ما سمعتي، كل ما تخشي المطبخ بدري كل ما تحسي ان انت بتنجزي اكتر وان يومك فيه بركه اكتر. تمام. احنا في اوقات كتيره جدا جدا بنسهر، طبعا مش كل الناس ولكن معظمنا ممكن يسهر بالليل لحاجات وراه او كده. بس بجد احساس مختلف جدا لو صحيتي مثلا صليتي الفجر وفضلتي بقى طول يعني ما نمتيش على طول بعد صلاة الفجر وفضلتي صاحية بقى. احساس بجد ممتع، تحسي بالانتاجية فوق ما تتصوري. تمام. انا هنا بقى غسلت الرز. طيب بعد بقى ما الرز بتاعنا اتغسل وبقى زي الفل حرفيا، تعالوا بقى نشوف البطة وصلت لحد فين. طبعا هي المية بدأت تغلي، واضح ان هي بدأت تغلي بقالها ايه، دقيقتين تلاتة كده غليان. هقوم رايحة مقلباها على الجنب التاني، يعني انا كنت حطاها على ظهرها وبعدين هقلبها خليها كده الصدر هو اللي تحت، هو اللي يمت النار تحت. تمام. واضح كده معايا؟ بعد ما اطمنا على البطة تعالوا بقى نعمل الرز، ونخلي بالنا قوي قوي يا جماعة في عمل الرز. تمام، علشان يطلع معاكي مفلفل زي ما شفتيه في اول الفيديو كده. انا هنا علقت على النار وحطيت الحلة بتاعتي، وبعدين هنزل بمعلقة من مادة دهنية. طبعا انا نزلت هنا بمعلقة سمنة، بس يعني معلقة محترمة كده زي ما انتوا شايفين، وهسيبها تسيح على مهلها. كمان زودت معلقة ونص معلقة، يعني قولوا انتوا لو بالمعلقة العادية هنضيف معلقتين كبار من السمنة. وعلى فكرة مش شرط خالص نحط المادة الدهنية بتاعتنا تبقى سمنة، عادي خالص ممكن نحط زيت. ولكن انا ليه بحب السمنة؟ انا بحب السمنة في الاكل، يعني بتبقى ليها ريحة وطعم مميز شوية عن الزيت، فعشان كده بحب السمنة اكتر في الاكل. طب انتوا لو تلاحظوا انا هنا فتحت على البطة بتاعتي وبشيل شوية من الشوربة. طيب الشطار كده يكتبولي في التعليقات انا ليه بشيل شوية من الشوربة وبحطهم على جنب. طيب انا هسهل عليكم الموضوع، انا بشيل شويه من الشوربه وبحطهم على جنب علشان خاطر الرز. ايوه زي ما سمعتوا كده، علشان الرز بتاعك يطلع مفلفل وزي ما انت شفتيه في الفيديو كده بحط له شوربه مش ميه، يعني بدل الميه بنضيف شوربه. تمام. انا الماده الدهنيه بتاعتي بدات تسيح، ليه السمنه يعني ساحت ويعني قدحت كده، فبدات ان انا انزل بالبصل. طبعا كميه البصل زي ما انتوا شايفين بالظبط كده.
هقلب البصل. انا مش عايزه البصل يتحرق مني، يعني مش عايزاه يبقى بني محروق. تمام يا جماعه. والتركه بتاعتنا اللي احنا لازم ناخد بالنا منها كويس قوي واحنا بنعمل الرز، وهي التقليب المستمر للبصل. ليه بقلب البصل على طول؟ علشان يبقى ياخد لون موحد من كل الجوانب. تمام. فده هيخليني السوا واحد واللون كمان واحد. تمام بالظبط كده. فانا هنا نازله تقليب في البصل لحد ما ياخد اللون اللي انا عاوزاه. انا مش عايزاه يتحرق زي ما انا قلت لكم. طيب انا هنا بقى هعمل كمان اضافه سحريه. تمام. والاضافه دي مش كل الناس لازم تضيفها يعني. انا هنزل بكام فص من الثوم. ايوه زي ما سمعتوا كده، كام فص من الثوم كده هيدوني ايه، نكهه برضو كويسه قوي. ان اللي ما بيحبش طعم الثوم في الاكل فبلاش يحط منه. بس هي كده كده طعمه يعني على ضمانتي مش بيبان اصلا، بس بيدي طعم مختلف، بيبقى طعمه حلو بس مش بيبان ان هو طعم توم. فاهمين ازاي؟ بالظبط كده. انا نزلت بكام فص، نزلت ب3 فصوص من التوم، يعني حجم وسط كده، مش كبار قوي ولا صغيرين قوي. وبعدين هكمل تقليب في البصل لحد ما ياخد اللون بتاعه. انا كنت اتكلمت معاكم من شويه على تجهيزات رمضان. لو حابين ان احنا نكمل في الموضوع يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات. تمام. ويا ريت كمان اللايك الجميل بتاعكم ده بجد بيفرحني قوي، لاننا بجد يا جماعه بنتعب قوي عم بنصور لكم الفيديو ده. بس مفيش حاجه طبعا تغلى على حبايبي الحلوين. كمان كنت حابه اخد رايكم كده في موضوع روتين المطبخ. يعني ندخل كل يوم كده ننقنق في كام حاجه، يعني مش ناكل، ننضف مثلا، نعمل روتين، نعمل فطار لذيذ، عشاء لذيذ مع بعض كده. لو مهتمين بالموضوع حابين ان احنا نعمله يعني، يا ريت برضو تكتبوا لنا في التعليقات. وهنا زي ما انتم شايفين لون البصل وصل لحد فين. انا برضو بصوا لحد دلوقتي انا مستمرة في التقليب. تمام. ودي تركاية على فكرة للبصل في اي وصفة. استمر في التقليب علشان خاطر ياخد تسوية واحدة ولون واحد. انا هنا بقى على جنب كنت قطعت كده فلفلتين حراقين، هما لونهم اخضر بس حراقين عادي. طبعا اللي ما بيحبش الحراق ممكن يستبدل الموضوع ده بفلفل ما يكونش حراق. تمام. او شطة ما يكونش حراقة، بس غالبا الفلفل مش هيكون حراق. فانا هنا نزلت بردين شطة حراقين لان الولاد عندي بيحبوا السبايسي اكتر حاجة، وانا كمان الصراحة فعملت كده. لو ما بتحبيش الحراق استبعدي تماما الخيار ده. تمام. مفيش اي مشكلة. يعني دي اضافة كده بتدي طعم طبعا رهيب، خصوصا الفلفل مع البصل بيدي طعم رهيب، وخصوصا بقى مع الوصفة اللي احنا بنعملها النهاردة اللذيذة دي. عايزاكم بقى في التعليقات تشرفوني كده وتصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه وأعز التسليم، وتقولوا لي بتشوفوني من اي مكان. وما تنسوش اللايك الجميل بتاعنا ده بيدعمنا وبيرفع من معنوياتنا جدا جدا، وبيحفزنا ان احنا نستمر باذن الله تعالى. تمام. انا هنا برضو هستمر في التقليب، يعني انا حطيت الفلفل هستمر برضو شويه في التقليب لان انا لسه ما وصلتش اللون اللي انا عايزاه. اول ما اوصل للون اللي انا عايزاه هقول لكم على طول، ما تخافوش. طيب احنا هنا بدأنا نوصل للون اللي احنا عاوزينه. تمام. اللي هو دبلان الفلفلايه مع الايه، مع البصلايه. اوكي. الموضوع سهل يا جماعه. طيب معلش انت تعبي شويه في التقليب بس هتاخدي افضل نتيجه ممكنه، وكل اللي هيدوقوا الرز ده هيقولولك انت جايباه من اي مكان، ومش هيصدقوا ابدا ان انت اللي عاملاه في البيت. تمام. بجد يعني. بالنسبه للبهارات اللي احنا هنحتاجها، معلقتين صغيرين من الفلفل الاسود، معلقه من بهارات اللحمه، معلقه كاري، ومعلقه كبيره كركم في الحجم اللي انتوا شايفينه ده، وكام ورقه لورا وليمونه ناشفه، ومرقه دجاج واحده بس. تمام. بالنسبه لورق اللورا انا حاطه هنا كام ورقه، يعني 6 ورقات كده من ورق اللورا. ودي كانت بالنسبه للبهارات اللي احنا محتاجينها. حابين تضيفوا حاجه اوكي مفيش اي مشكله. الوصفه دي بتقبل توابل يا جماعه. تمام. وهي حلوه قوي للشتاء علشان خاطر بتدفي، لان احنا حاطين شويه توابل محترمين. انا هنا نزلت بالكركم، ودي يعني ده اهم توبل من التوابل اللي احنا بننزل بيها، هو اللي بيدي اللون الاصفر الجميل للرز بتاعنا. بعد كده هنزل بمعلقه بهارات اللحمه. طيب نزلت بيها، وبعدين هنزل بمعلقه فلفل اسود. انا بحب اكتر فلفل اسود، وده طبعا بيبقى مطلوب. انا حطيت بدل معلقه من فلفل اسود، لا انا حطيت معلقتين 2 من فلفل اسود. اوكي. موضوع بسيط. طيب بعد كده هنزل بورق اللورة، هديها الاول تقليبه كده علشان خاطر البتاع البهارات تمتزج كويس مع الفلفل والبصل. تمام. هنزل دلوقتي بورق اللورة زي ما انتوا شايفين، انا حاطه شويه محترمين برضو من ورق اللورة علشان بيدفي جدا وبيدي طعم حلو قوي. حاجه كمان، احنا كنا نقعين الرز بتاعنا، يعني انتي بالنسبه لك انقاع الرز نص ساعه، انا عملت كده.
وده كمان السر التالت من اسرار فلفله الرز، ان احنا بننقعه نص ساعه علشان يطلع معايا مفلفل زي ما انت شفتيه كده في اول الفيديو. تمام، انا هنا نزلت بكل التوابل خلصتها، وبعدين نزلت بالرز زي ما انتوا شايفين. الكميه بتاعتي قد ايه؟ انا حاطه كيلو من الرز، كيلو رز بسمتي اصفر او رز بسمتي. تمام، اللي بيديله اللون الاصفر ده هو الكركم، فعلشان كده احنا حاطين منه معلقه كبيره في الاول لو انتوا تلاحظوا. اوكي، هنقلب مع بعض كل الحاجات دي لحد ما الرز بتاعي ياخد اللون الاصفر الجميل اللي احنا كلنا بنشوفه في الرز البسمتي. طبعا هنستمر كده نساوي في الرز علشان نحط عليه الشوربه دلوقتي. انتي ما عندكيش شوربه، مش يعني ما عندكيش شوربه تكفي الرز، ممكن تحطي شويه شوربه وتحطي عليهم شويه رز. ما عندكيش شوربه اصلا ممكن تحطي رز، بس هيبقى طعمه احلى امتى؟ لما نحط كل شوربه. تمام، هيبقى مفلفل اكتر امتى؟ لما نحط كله شوربه. علشان اكون صريحه معاكم يا جماعه من الاول اهو، عايزه الرز بتاعك يبقى مفلفل جدا تحطي كله شوربه، او حتى على الاقل يبقى فيه نسبه شوربه. تمام، فانا هنا نزلت بالشوربه بتاعتي عيارها قد ايه؟ زي ما بعاير الرز بتاعي بالظبط. احنا بنعمل الرز ازاي؟ بنعاير الرز ازاي؟ بيبقى فوق مستوى الميه بتاعتي، بتبقى فوق مستوى الرز بكام سنتي كده. انا برضو هنا نفس الكلام بالظبط، مفيش اي اختلاف. انا طبعا نزلت بالمرقه بعد الشوربه، يعني المرقه متحطش كده، المرقه انا يعني كسرتها كده بايديا على وش الشوربه، زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو بالظبط. تمام، هعمل ايه دلوقتي؟ انا النار بتاعتي شغاله زي تسويه الرز العادي جدا يا جماعه، مفيش اي فرق. انا قلبت المرقه في او البهار بتاع المرقه في الرز بتاعي. تمام، هسيب الموضوع زي ما انتم شايفين. لا انا لسه لي ملح برضو، الحياء بتاعه زي الرز العادي، بس مش هنكتر ليه لان احنا حاطين توابل كتير. زي ما انتم شايفين كده بالظبط الكميه اللي انا حطيتها دي. ركزوا في الفيديو واعملوا بالظبط الحاجات اللي انتم شايفينها، ما تزودوش وما تنقصوش عشان يطلع معاكم مفلفل زي ما شفتوه كده في اول الفيديو. دلوقتي بقى هغطي عليه واروح ابص على البطه. رحت بقى اخد بصه كده على البطه بتاعتي بعد ما غطيت على الرز على طول، لقيتها كده غرست فيها السكينه عشان تعرفي هي استوت ولا لا. غير زي كده فيها السكينه، لو نزلت معاكي عادي تمام حسيت ان هي مستويه يبقى كده اوكي. انا هنا الاتنين كانوا متعلقين على النار. اوكي، ده شكلهم بعد فتره، يعني بعد ما الرز خد كده تلدنته. هو لسه ملدنش كويس بس هو نشف الميه اللي فيه، فروحت على طول عشان اقلبه زيه زي ما قلت قبل كده، زيه زي الرز العادي بالتسويه، من حيث التسويه. تمام، فانا رحت اقلبه كده. اهم حاجه ان احنا نساوي كده وش الرز بعد ما بنقلبه. انا كده بقى قلبت وسويت وش الرز كويس قوي، هغطي عليها واروح اعمل كوبايه شاي. ايوه زي ما انتوا سمعتوا كده، هما الاتنين بيستووا. فاعمل ايه؟ انا هروح اعمل لي بقى كوبايه شاي اروق شويه على ما الحاجه تستوي واوريها لكم باذن الله تعالى. حطيت كده، نقول مقادير الشاي ولا ايه؟ طيب، انا بحبه معلقه سكر واحده. تمام، وبعدين هصبه وهقعد بقى ايه في البلكونه شويه، مع بحبه بنعناع يا جماعه، اقعد في البلكونه شويه مع عود نعناع عمال حاجه تستوي. يلا اعملي لك انت كمان كوبايه شاي وتعالي اتفرجي على الفيديو بروقان بقى.